Photoshop Illustrator and After Effects with السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد شوقي. معلش الغيبة الطويلة دي شوية. النهاردة هنعمل درس جديد تبع الفلات ارت طبعا، وهيكون اخر درس عشان ده هيكون الفلات ارت بس بطريقة السكتش. يعني هتعمل سكتش كأنك تعمل فيكتور كده بس للفلات يعني. وكمان هتعمل بالفوتوشوب علشان كتير طلبوا مني ان يتعمل بالفوتوشوب عشان مش عارفين يستخدموا برنامج الستراتور. تمام، نبدأ. انا كنت مسايف بي اس دي اللي انا عامله. طبعا انا دلوقتي بقيت استخدم فوتوشوب سي سي 2015 او زي ما انتم شايفين كده. تمام، هبقى احط اللينك في الديسكريبشن تحت. طبعا ليه مميزات كتير جدا. استخدامه بقى زي التدوت الاستريتور شويه، عشان الاستريتور احدث حاجه، وفي انك ترفع على البيهانس على طول، وفي فيوتشرز كتيره جديده نازله، واتمنى ان انتوا تجربوه وان شاء الله هيعجبكم. وبس كده، اهي الرسمه زي ما انتم شايفين. ده نيك فيوري بتاع فيلم ذا افنجرز. تمام اهو. هنرسمه النهارده. احنا هنعمله مره بالسكتش. تمام، هنعمله مره بالسكتش وبعد كده نرسم على السكتش ده. تمام كده. بس كله هتعمله نيو زي الفوتوشوب عادي. ماشي، 850 في 850 ريزولوشن 800. تمام، تعمل زوم، تضغط الت وتعمل بالسكرول. هنبدأ السكتش. تعمل لاير جديد. اول حاجة تختار البرش حجمها قد ايه. تختار البرش مثلا نخليها في حدود، يعني بتكبر وتصغر من اللي هما الدال والجيم اهو كده. حلو. تمام، بعد كده بتمسك البين تول وتعمل في اللاير الجديد. تعمل اول حاجة ايه، تقسيمة الوش الخارجي. تعمل نقطة كده ونقطة كده، تظبطها. تمام كده، يعني لو نفترض يعني انا بس عشان اخليها مستوية شوية، متساوية اقصد. بتضغط كنترول ار عشان تفتح المسطرة ديت، وممكن تاخد اي حاجة منها. تمام، وبتخفيها بكترل اتش، او ممكن تمسك كنترول وترجعها لورا تاني. تمام، بعد كده تضغط كليك يمين ستروك باس. خليك متأكد ان هي برش عشان تبقى نفس حجم ونوع البرش اللي انت عاملها اهو. بس كده. تمام، احنا مش هنرسم الحتة دي تاني، ممكن ناخدها كوبي بألت برضو. تعملها كليك يمين، تضغط كنترول ار، بعد كده كنترول وتي اقصد، انا اسف. بعد كده فليب هورتيزونال اهو. تمام، انت معلش هو الشكل معوق شوية، تعمله كده، ممكن تكبره كمان. طبعا انا بفضل الرسم في احيانا في الاستريتور عشان ما بيبكسلش. شفتوا هنا انا مش مظبطها كويس. تمام كده. هتيجي تعمل لاير جديد احنا عملناه. تمام، تعمل اول حاجة ايه، الحواجب زي نظام الدرس اللي فات. الحاجة في الفوتوشوب ده انه اللي هو سي سي النسخة الجديدة، انك اللي هو الهيستوري بتاعه مفتوح. انك ترجع مثلا لو عملت غلطة ممكن ترجع لحد من اول ما فتحت البرنامج. الهيستوري بتاعه زاد عن الفوتوشوب 2014. كده بتعمل فيل.
كده نعمل العين. ممكن تعمل اول حاجة الحواجب. العين بتعملها كده 3 نقط كده او عامة يعني. تاخد بقى تظبط من هنا، تظبط من الجوانب. طبعا البين تول انا حاطط لها درس، كنت اللي ما بيعرفش يستخدمها ياريت يعني يشوف الدرس ليها اللي انا حاطه. تمام. تعمل ستروك كده المناخير. معلش. طبعا هو مشهور الجبيرة اللي حطيتها هنا. احنا نعمل كده ايه، هنظبط في الاخر اهو. وممكن نعملها احنا على طول اهو. كده شبه مظبوطة. كده البق. ده اهم حاجة ان هي تكون ايه، متساوية، عشان احنا هنقسمها. تمام كده. نظبطها السنة دي. تمام كده. تضغط في الباث اهو، تاخدها كوبي، كنترول وتي، بعد كده فليب. تمام. نيجي على الودن بقى، دي بتبقى تحت البتاع دوت شوية. تمام. تتعمل بطريقة ايه، مضحكة سنة يعني. نتحكم فيها بعدين. ديت الطبقة اللي فوق، دي الطبقة اللي من تحت. تمام. احنا هناخد الاتنين دول كوبي، كليك كنترول تي، فليب. تمام.
طبعا اللي بيتلخبط احيانا ممكن تخش في الفيو شو سمارت جايدز، دي بتخليها ان هي تظبط على المسافات. يعني مثلا انت اهو بص بتوضح لك ان انت كده يعني الاتنين متساويين ولا لا، ويبقى فاضل قد ايه وكده. دي بتستخدمها انك تظبط بيها شغلك. تمام. كده يعتبر خلصنا السكتش. تمام. تعمل جروب اهو اس مثلا، تاخد كل ده كده تضغط على اول واحد وتضغط شيفت كده، اخترت اللايرز كلها تدخلها هنا جوه. بعد كده هنا تعمل جروب تاني تسميه بي اللي هو البينتنج يعني. تمام. طبعا هو لونه مايل للبني شوية، يعني ممكن ان احنا ناخده من مثلا الرسمة. هديكوا اللون بتاعه اهو، اخترت لونه. بنعمل كله بالود. فل. تمام. عايزين طبقة اغمق مثلا، ناخد هنا كده وناخد طبقة اغمق سن. تمام. معانا طبقتين كده. نيجي مثلا عند تقسيمة المناخير اهو، بنعملها يعني بشكل كروكي شوية، يعني مش لازم المناخير تبقى زي المناخير في الحقيقة. يعني هي الستايل جديد شوية وممتع الصراحة. نعمل الظل اللي هو بيبقى كده، بيبقى في الجنب بتاع الوش. تمام اهو. طبعا السكتش بيبقى مداري شوية، يعني انت لو عملت مثلا مش لازم الشكل يبقى ماشي مع السكتش بالظبط، عادي يعني. في بيبقى ظل تحت العين. كده احنا لسه مرسمناش العين طبعا، متقلقوش عادي يعني، بس ما في الاخر. تمام. تعمله كده. حاول ان انت تبقى متخيل ممكن الحاجة دي ممكن تبقى عامل ظل، انت تعمل لها ظل.
طبعا الدل اللي تحت الحواجب، بس احنا ممكن نعلي الحواجب شوية. عشان يبقى نبين ضلها يعني. نرسم العين طبعا هتبقى يعني، شوف انت عايز ترسمها ازاي. اهي دي الطريقة بتاعت العين، انت بتعملها كده اهو بشكل يعني على حسب لو غضبان او فرحان. يعني لو فرحان هتقلب الشكل اللي انت شايفه ده بالعكس. طب انا اخترت اللون التاني واخترت فيه مش الابيض قوي يعني، مش تختار دايما الابيض عشان يبقى ممكن يكون في حواف ولا حاجة. تمام. اسود، تاخد الشكل بتاع الدايرة. تمام. شوف انت هترسم مثلا تبقى طالعة فوق سنة كده. تمام. تيجي تمسك البين تول، تحدد كده الحافة دي، تاخدها من فوق هنا. كل ده وانت مختار ايه الشكل بتاع الدايرة، تضغط ميك سيلكشن وتمسح. تعمل تفصيلة تانية شبه بني كده. ممكن انت تعمل كليبنج ماسك، يعني احنا مثلا اخترناها وكده المكان، عمل الفيل. تمام. تعمل فيل بألت وديليت. تمام. طبعا زي ما انت شايفها بره، ممكن تاخدلها كليبنج ماسك مع اللي جوه بحيث ان تبقى جوه الدايره اللي جوه دي اهو زي ما انت شايف. تمام. ويبقى في واحده تانية كده. طبعا المؤمن جوه بيبقى ليه انعكاس بسيط صغير كده ابيض. ده نقلل الفيل بتاعه او الاوباسيتي. تعمل الريفليكشن بتاع العين المحيطي اللي بيبقى معكوس على البتاع دوت. بيبقى فيه كده برضو ديل. ممكن ناخدها كوبي. عايزين نظبط اللي فوق عايزين نعمل شغل فوق مثلا بتاع السودا دي. تمام. اول حاجة مثلا نبدأ ان هي مش بتبقى سودا كده بس، بيبقى ليها يعني زي ستروك من جنب كده شبه رصاص يعني.
ممكن نبقى نقلل بقى الفيل بتاعه شوية. تمام كده نعمل الريفليكشن الابيض. ده لازم يكون الارض فوق السكتش عشان احنا عملنا السكتش قدام. يبقى في ريفليكشن قصدي ظل هنا. طبعا القرعة بتاعته تبقى يعني بتلمع شوية. تمام الابيض ممكن تاخدها تحت السكتش عشان تبقى تحت الكبيرة. تمام كده. ممكن ان احنا مثلا العين هنا ممكن نعمل ايه، لحظة كده، يبقى في شعيرات دموية كده حمرا، بس نختار اللون كده يعني. انا عملت اهو باث، عايز اعمل باث تاني من غير ما الغي ده، او ان انا اتحكم في كل واحد فرداني. تضغط كنترول تظهر لك الماوس ده كده، تضغط في اي حتة اهو هتلاقيه ساب هنا. ممكن انت ترسم واحد تاني تشكله زي ما انت عايز. نعمل واحد هنا تاني. اخر الكنترول ده هتستخدمه عشان تلغي التحكم في الباس ده، تعمل واحد تاني اهو. اوبا، او تضغط انتر عشان ايه ما تشيلش كل حاجة انت عملتها. بس كده في الجنب هنا حلو. تختار اقل ايه، اقل برش يعني. تفضل عندك تضغط جيم، لو انت شفت الكيبورد وشفت الحروف اللي بالعربي هتلاقي حرف الجيم، هتفضل تضغط لحد ما تتحكم فيه. والدال هو اللي بيكبر والجيم هو اللي بيصغر. هو ادي كده. نجرب مثلا. طبعا انت عايز تختار كل الاستروكات اللي انت عملتها في دي فلاير واحد. تمام. تضغط كترل، تفضل هتظهر لك السلكتر دي، تفضل تجيب بيها لحد كده كله اهو. كل ده اختار تاني. تفضل كنترول تختار كل اللي انت عملته، تضغط كليك يمين كده ستروك باث اهو زي ما انت شفتوا كده. بس ناخدها تحت شوية. تمام. تفضل تقلل ايه بس تبقى كده حلو. تمام. يعني نقفل البيتنج، نعمل بقى الايه اللبس مثلا. نختار كل ده وطلعه فوق كده شوية. تعمل جروب جديد بي فور بادي. تمام.
انا عملت تلات كده هوت، تلات بالظبط ستايلات مش ستايلات يعني تلات دروس للفلات ارت. طبعا هو حاجة ممتعة جدا. بس انا عملت تلاتة ليه، يعني اول واحد بالاستريتور ده كان ستايل، وواحد تاني بالاستريتور كان ستايل تاني زي ده، وده التالت عملته علشان الناس اللي طالبة ان هم ياخدوا ان هم عايزين يعني اسمه ايه يا ربي، بالفوتوشوب. تمام، انا هعمل جنب واحد ونعمل ستروك. لا احنا مش عايزين الستروك ده، نجيب البرش تاني نكبرها بالدال كده. حلو، اختار الكنترول عشان تشيل البتاعة دي كده وتجيبها لورا، تعمل كده. تمام، هو بيبقى لابس زي جاكيت كده. انت اهم حاجة انك تتخيل الشخصية. انا اهو، ما والله انا اعملها من غير ما اشوف يعني. فاهم حاجة انت تكون ايه، تخيل الشخصية قدامك مثلا، او انت تكون عارف الشخصية او بتحبها. تمام، تعمل رولد بقى من تحت. هو مش لابس اسود اسود يعني، انت تيجي في حدود الكحليات مثلا، اختار كده من اول ازرق تنزل تحت. واللي عايز الالوان دي انا ممكن اديها له، بس انا قصدي ان انت حاول انك تطلعها بنفسك عشان تعمل انت رسمات جديدة. مش شرط يعني انك تعمل الرسمة دي. فيل، لا مش حلو اللون ده، مش عايزه ايه اسود اوي يعني، خليه رصاصي. تمام كده حلو. انا بس مش عايز الحواف البيضة دي، فانا بظبط تمام كده كله تمام. ممكن تاخدها كنترول سي كنترول كده اهو. لاير تاني، تعمل لاير تاني بس تحت اللاير بتاع الياقة ده. عشان ايه؟ ما تيجي تعمله يبقى هو احنا عايزينه تحتيه كده مثلا، ما يغطيش عليه. عايز تعمله كمان تحت اللايرين بتوع الهدوم دول يبقى تمام. تعمل رصاصي افتح. تمام، طبعا معلش الرسمة مش على قد زي دي طبعا، واتمنى انها تعجبكم. صح، ومتنسوش تعملوا الخدشة بتاعت عينه اللي هنا. لحظة، ده لو عملتوا الشخصية دي. غير كده انتوا جربوا انكم تعملوا شخصيات جديدة. مش شرط الشخصية مثلا اللي انت تشوف ليها درس، اي درس عامة، انك تجيبها وتعمل عليها كده غلط.
لازم انت تبتكر شوية. بس كده خلصنا. اتمنى الدرس ده يكون عجبكم. آه، ده كده هيبقى اخر حاجة للفلات ارت، واتمنى انه يعجبكم وانكم تتعلموا وتعملوا شغل احسن من كده بكتير طبعا. آه، بس كده اللي انا عايزه اقوله، وعايزكم تجربوا الفوتوشوب سي سي 2015 عشان الصراحة فيه فيتشرز حلوة كده جدا. آه، طبعا مش بيفرق قوي بينه وبين 14، بس قصدي ايه، يعني هتحس بالفرق شوية، هتحس بخفة فيه. هو البين تول الصراحة خفيفة فيه عن ال 2014، ده اللي انا شايفه من رأيي. واللي يحتاج اي حاجة موجودة الكومنت، متنسوش اللايك او السبسكرايب كمان، عشان انتوا بدعمكم يعني بسم الله ما شاء الله جميل جدا. وايه تاني يا رب، ايه تاني؟ هحط لكم هحط لكم اللينك بتاع الفوتوشوب تورنت في الديسكريبشن، والاسعار بتاعته هو اللي عايز يشتريه انه في 375 جنيه اللي هو الفول كيت، اللي هو بتاع كل حاجة، اللي هو فيه كل حاجة زي ده كده. هو بتاع الفوتوغرافي ب70، ده بالعملة المصري جنيه. تمام، انت ممكن تخش على الموقع وتستفسر عن كل حاجة وتعرف كل حاجة. اتمنى انه الدرس ده يكون افادكم في حاجة، واستنوا مني جديد. وان شاء الله هنبدأ ان احنا نشتغل في الافتر افكتس شوية المرة الجاية او من بعدها، الله اعلم يعني، هنشوف. ومعلش انا بتأخر شوية في الدروس عشان عندي انا دروس ذات نفسي يعني ليا انا، عشان الدراسة وكده وبس. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.